اليسرى مع غلام، جميلة من محرز ينطلق يحتفل بالكرة، التمرير لإسلام سليماني في زاوية مغلقة. الهدف الأول من دون مقدمات، قبل أن نتنفس، قبل أن ندخل في أجواء المباراة، قبل الحديث عن المعطيات. سامح من دون أن يتردد يسجل، انطلق محرز، مرر الإسلام، ارفع راسه، شاف انطلاقة برايمي في القائمة الثاني بدون تردد. أحلى بداية وأروع بداية كريبازا، بعيدة نوعا ما عن إطار المرمى. لو تروح في الإطار كريم ستكون الهدف الثاني، لما لا؟ ولكن بن طالب أيضا موجود. غلام أو بن طالب، من سينفذ؟ هو غلام. ثاني الأهداف للمنتخب الجزائري، لم يترك أي فرصة للحارس التنزاني لنقضي عليهم. هو هكذا، هو هدف ثاني وهدف من غلام، من أجمل ما شاهدنا كريبازا. تكلمنا وتمشي للاطار تسجل، يعني نعرفوا هنا قذفت قويه وهنا كانت مركزه، خدعت الحارس. هنا هدف جميل، كل الكرات خذاها يعني حتى ما فيش تنويع في الفتحات من ابراهيمي ومحرز. ماذا يفعل ابراهيمي؟ ماذا يفعل الفنان؟ يقدم كرة ليا، هدف ثالث، هدف ثالث للمنتخب الجزائري. C'est notre véritable visage. هذا هو الوجه الحقيقي. ولكن دعنا يا هشام نستمتع. ماذا فعل الساحر؟ ماذا فعل الساحر ياسين برايمي؟ راوغ الكرة بين قدمي المدافع التنزاني. بعد ذلك انطلق غلام وقال له غلام: كيف لي أن أضيع ما فعله ياسين برايمي؟ وهنا البرتغالي يتقدم. إسلام الهدف الرابع للمنتخب الجزائري ولإسلام سليماني. ومن كرة ثابتة هذه المرة من إسلام سليماني، هذا ردا على الشكوك. يلا المهم نريد الخامس لأول مرة هنا في ملعب مصطفى شاكر بالبوليدة. فزنا بالثلاثيات، فزنا بالرباعيات، فزنا بالثنائيات، هل سنفوز الخماسية تأتي بقدم فوزي غلام. ثنائية وخماسية اليوم هنا في ملعب مصطفى شاكر، يسجدون لله وشكرا طبعا بعد كل الذي مروا به. لأول مرة كريباسا، ولكن شوف الروعة، الطريقة اللي نفذ بها. لما تكون متفوق مرتاح بأربعة تقدر تفنن في ضربة الجزاء، تفنن وتكون عندك كاع الثقة يعني تسجيل. حتى الحارس التنزاني ما خلاوهاش حتى الوقت باش يدير تسخين يعني. نعم، وغوركين هدف سادس. الهدف السادس يأتي من كارل مجاني. الأرقام تتواصل هنا في ملعب مصطفى شاكر. لقطة ثلاثية ركنية، يعني اليوم الفريق الوطني سجل بكل يعني أداء هجومي متنوع. مدام زميلنا عبد الرزاق رمضان يتابع معنا المباراة ويقدم لنا الأرقام، بإمكانه أن يقدم لنا أجلت علينا هدفنا ذاك السابع. ممكن سابع الأهداف في هذه المباراة. ماذا يحدث في ملعب مصطفى شاكر؟ Qui va nous permettre d'avoir plus de confiance, de pouvoir respirer, voilà, et on a démontré un grand match ce soir, du beau jeu pour notre peuple, et j'espère qu'ils sont fiers de nous, et voilà, et on a montré aujourd'hui qu'avec le staff technique, avec tous les joueurs, qu'on était une grande équipe, et Inch'Allah,